السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ معلش انا غبت عليكم. تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. انا هعمل صينية بطاطس بالاجناح. هي انا مش جايبة اجناح، انا كنت جايبة اجزاء، ودي عبارة عن اجناح بهيكل كده اللي قدام بالرقبة كده. فانا قسمتها وطبعا غسلاها في ليمون وملح وخل وكده، نقعاها بعد ما اتغسلت. بقيت الاجناح والحاجات دي انا شايلاها في الفريزر، عبيتها في قلب اكياس تتعمل مره تانية. فانا قلت هطلع كيس اعمل ايه دوت الهيكل اهوت اللي هو اللي انا بقول لكم عليه. ده بقى للمصمصه، الناس اللي بالمصمصه يعني في الفراخ وكده. آه نقعتها في ميه وخل وملح وليمون عشان الزفاره. كل ما تنضفي الفراخ كويس وتنقعيها بطريقة زي ما انا بقولك كده، ليمون وخل وملح، بتشيل الزفارة خالص. طبعا انا كنت جايبه بطاطس، وعايزه اقول لكم على البطاطس. بصوا انتوا شايفين البطاطس اللي مزرعه دي؟ والله البطاطس المزرعه دي كانت بقالها بالظبط 3 ايام، والبطاطس التانية دي بقالها يجي اسبوع او اسبوعين، سليمة وجميلة. وبصوا عاملة ازاي، مفيهاش اي حاجة، ودي اللي باظت بسرعة. ايه الفرق بقى؟ البياع لما بتيجي تشتري منه تلاقيه يقولك ديت بسعر ودي بسعر، وانت بقى بتسترخصي. فلو هتسترخصي استرخصي الحاجة اللي هتعمليها في ساعتها او هتعمليها تاني يوم، لكن ما تجيبيش حاجة تركنيها. الراجل بقى في السوق كان عمال يقولك الكيلو ب15 جنيه، ب15 جنيه اللي هي الصغيرة دي. فقلت اما اجيب 2 كيلو، والكبيرة دي كان الكيلو فيها ب22 جنيه، وانا كنت جايباها من قبلها، بس قلت ايه اما اجيب بطاطس تاني تبقى بزيادة وموجودة، الواحد يحمر يسلق يعمل صوابع. فانا بقى قلت الشوية دول انا هاخد بقى منها اعمل صينية البطاطس، عشان مش هينفع بقى اسيب المزرعة ديت، هتبوظ وهتترمي حرام. فاخدت الشوية اللي انتوا شفتوهم دول. متنسوش يا جماعة شيروا الفيديو علشان الناس تدخل وتتفاعل مع القناة، والقناة تجيب اكتر من 1000 مشاهدة، عشان خاطر يدخل لها ربح. ربنا يرزقنا جميعا يا رب، اللهم امين. فعلوا زر الجرس عشان كل الفيديوهات اللي بنزلها توصل لكم. انا اسفة طبعا ان انا ما بنزلش فيديوهات بقالي فترة كبيرة، بس والله الحالة النفسية والحالة المزاجية وكل حاجة بقى بصوا يعني وحشة جدا. يا ريت كلنا كده مع بعضنا كده ندعي لأهل فلسطين وغزة ان ربنا يفك كربهم يا رب، و... ويسترها عليهم يا رب، اللهم امين. ويحمي مصر بلدنا بحق جه النبي وآل بيته. يلا يا جماعة هنعمل ونبتدي صينية البطاطس. انا طبعا تبلت الفراخ بعد ما شطفتها كويس. تبلت، انا لسه بكلمكم عن البطاطس. تبلت الفراخ، حطيت جبت بصلايه وخرطتها ترنشات كده، وحطيت عليها فلفل وملح والتوابل 7 توابل، ودعكت البصل كده في قلب بعضه، وبعدين تبلت الفراخ وسبتها شويه قد ربع ساعه كده او نص ساعه. وبعد كده هوريكم بقى. انا هجيب صينيه دلوقتي هحط فيها البصل في ارضيه الصينيه، من تحت كده هحط البصل. والله لو انت عندك جزر حطي برضو مع البصل جزر والطماطم والكلام ده، وبعد كده حطي البطاطس بتاعتك على الوش. بس انا فرطت البصل وهرص بقى، هجيبها لكم دلوقتي. انا لسه بتكلم عن البطاطس برضو. آه ان البطاطس من الحاجات اللي ما ينفعش انك تجيبيها بكمية وتجيبيها رخيصة. عايزة تجيبي بطاطس بكنيها وما تبصي، هاتي بطاطس غالية ونظيفة، يكون حد انتي متعودة تجيبي منه ويكون عنده مصداقية. نرجع تاني اهوت. ادي الصينية اهي يا جماعة. انا طبعا حطيت الحاجات دي كلها على الصينية فوق البوتاجاز عشان احط الحاجة فوق بعضيها، الكلام ده كله في الارض وانا قاعدة، بس انا قلت عشان هصور. هشيل بقى دلوقتي البطاطس بقى فيها حاجات غامقة كده. انا هقول لكم انا عملت ايه فيها. انا تبلت البطاطس بعد ما خرطتها وغسلتها، رشيت فوق منها شوية توابل من التوابل ال7 بهارات. رشيت عليها ال7 بهارات من على الوش كده، وقعدت اقلبها في قلب بعضها لحد ما انتوا شايفينها كده. لو خدتوا بالكم هتلاقوها يعني كأنها متبلة، وهي متبلة بالفعل يعني. المهم انا فضيت بقى زي ما انتوا شايفين البصل تحت اهوت بالصوص بتاع البصل، مية البصل. برص البطاطس اهيت. لو انت عندك جزر حطي جزر، لو عندك بطاطا بتاع دوت طماطم حطي طماطم تحت، مفيش مشكله. بس انا ما حطيتش طماطم بصراحه، الطماطم انتوا عارفين بقى غاليه،
فمرضتش بقى ايه احط بطاطس من طماطم من تحت، فانا ضربت طماطم وقطعت كام طماطمية برضو كده يبقوا لزوم التزويق. اللي بيحب ياكل الطماطم المستوية المسلوقة، قصدي اللي في قلب الصينية معمولة مطبوخة ياكلها، اللي مش حابب خلاص. آه، ايه يا جماعة، اتفرجتوا ووصلتوا في الفيديو لحد هنا كده ومحدش فيكم عمل لايك ولا شير ولا اشتراك؟ طب اللي عمل اشتراك تمام، ربنا يخليك بجد. فين بقى تفعيل الجرس يا جماعة عشان الفيديو يوصل للناس كلها؟ اديني برص بصوا في الاماكن اللي هي فيها فراغات ديت، وبحط البطاطس الباقية على الحروف عشان احط في النص الاجناح. على فكرة الاجناح ديت والله العظيم وانا باكلها طعمها حلو قوي قوي، متبلة ومعمولة يعني تتبيلتها حلوة قوي، ومعمولة بحب والله العظيم. يعني الواحد ما يكون بيعمل اكل يعمل الاكل بحب، ما فيهاش اي مشكلة. أه، بفضي بقى اهوت الاجناح، وفي دبابيس صغيره كده، وفي الحته بتاعه الصدر، القفص الصدر دوت العظمه بيبقى فيها لحم برضو، والله هي مصمصه بتبقى حلوه قوي. فبرص بقى انا الاجناح كده واحده واحده. هو ببتدي والله ارص الحاجه عشان تبقى محطوطه في النص، عشان ايه تاخد برضو وش التحمير لما اجي احمرها وكده. وبكده اهوت انا كده اهوت خلصت. طبعا الاجناح متبله، عايزه اقول لكم متتبله يعني تتبيله مش اي كلام. ببتدي بقى احط الطماطم على الحروف، مش عايزه احطها فوق الفراخ، لاني انا هدخل الصينيه ديت بتاعه الفراخ في الفرن، وانا عايزه وش الفراخ يحمر. فعشان وش الفراخ يحمر لازم أنا احط الطماطم على الوش كده، وهجيب بقى الطماطم اللي هي الصلصه اللي انا ضربتها في الخلاط هحطها من على وش الفراخ. تمام. بصوا منظر الصينيه يا جماعه والله العظيم، يعني الجمال كله. عايزه اقول لكم بقى انا غبت كده، كنت بضرب الطماطم في الخلاط. انا والله كنت هنزل لكم الفيديو من غير مونتاج، بس للاسف والله العظيم لقيت التليفون بتاعي بيرن، انا نسيت اعمل له وضع طيران لما بكون بصور. بعمل له وضع طيران عشان ما حدش ايه ما يجيش مكالمه، ما يجيش حاجه تبع النت وكده. فجه مكالمات ساعتها فكنت مضطره ان انا اعمل المونتاج. بصوا المنظر اصلا تحسوا انها يعني بجد حاجه حلوه قوي، الشكل تحفه. انا بقى طبعا متعوده ان انا ما بحبش الطماطم، لازما اصفيها، سواء كنت بعمل محشي او فراخ، بعمل اي حاجه لازما الطماطم تتصفى. ما بعرفش بصراحه ربنا. الطماطم دي انا حطيت فيها قرن شطه، وحطيت فيها فصين توم وانا بضربها في الخلاط. طبعا كان لازم ان انا اصفيها كده لاخر قطره، الطماطم غليت طبعا، فمش عايزين تهريج، اي نقطتين طماطم احنا محتاجينهم يعني في عز الحوجه للطماطم دي، فمش هينفع اي كلام بقى خالص، لازما نصفي كل قطره في قلب المصفى. وبالفعل صفيتها وخليتها يعني ما فيهاش ولا نقطه طماطم، كان القشر بس بتاع الطماطم. المهم كده انا هعمل بقى خلطه حلوه قوي قوي قوي. هجيب كوبايه هملاها ميه، مش هتبقى مليانه قوي، يعني هتبقى مثلا آه، تلتين. هسيب الربع بس في الكوبايه يكون فاضي. هحط عليها السبع بهارات، هحط عليها سنه كركم صغيره جدا، شويه كاري، شويه بابريكا، شويه ملح، شويه كزبره، شويه كمون، شويه فلفل. كل التوابل دي مع مكعب مرق الدجاج. ماشي. هحط كل ده في قلب الكوبايه اللي انتوا هتيجي دلوقتي وهتشوفوها. انا قطعت قرن فلفل، طب شطه، طبعا شطه يعني هي مش حاميه قوي، بس بجد طعمها كان حلو قوي بجد. لسه قايمه افتكر اشيل الحتتين الطماطم اللي كانوا متقطعين مكان القوطه، لسه قايمه افتكر يعني اشيلهم دلوقتي، بس عادي ما علينا. المهم خليكم في اللوحة الجميلة اللي محطوطة قدامكم دي، ده يعني ده برواز والله بجد برواز، شكلها جامد جدا. وعايزة اقول لكم طعمها كان اجمد واجمد، طعمها كان حلو قوي قوي قوي. ما بالله عليكم لايك وشير، شيروا اللايف
واللي برضو مصممة على اللايف، شيروا ال الفيديو، ويا ريت تعملوا لايك واشتركوا في القناة الناس اللي ما اشتركتش، ويا ريت تعملوا متابعة. متابعة ايه؟ لا مش متابعة. كده انا خرفت خالص يا جماعة، مش مركزة خالص. واضح ان انا عايزة لسه، يعني عايزة انام، واضح كده مش عارفة ليه، عشان مهيسة مش مركزة مش عارفة. المهم دي الكوبايه اللي انا قلت لكم عليها، ادي مكعب مرقه الدجاج. بصوا في مصداقيه خالص اهوت، يعني بعمل لكم كل حاجه وهو الطبيعه. مكعب مرقه دجاج. انا بتهيألي كنت حطيت الملح. اللي عايزه تحط مكعبين مرقه دجاج تحط عادي، مفيش اي مشكله، بس مرقه الدجاج برضو بتديها طعم حلو. انا زودت الميه اهي عشان تبقوا شايفينها اهي، بصوا الميه عامله ازاي قدامكم اهي. شوفوا بقى الحاجه اللي انا هحطها بقى كده، يعني زودت شويه ميه عشان تبان برضو لكم الميه قد ايه. كده الكوبايه مليانه تمام. دلوقتي بقى هنشوف هنحط انا كنت بحط حاجات وانا واقفة على جنب كده قبل ما اكمل بقية الكوباية، بس مش عارفة بقى انا الكاميرا جابتها ولا لا. هنعرف دلوقتي. يعني انا طولت قوي، مش عارفة انا كنت بعمل ايه. لا الموضوع كده عدى كتير قوي كده، كتير كتير قوي بجد يعني. وانا رحت فين؟ انا رحت فين يا جماعة؟ اهو الحمد لله وصلنا بالكاري. الحمد لله. ده الكاري يا جماعة، بديل البتاع اسمها ايه، بديل مرقة الدجاج. كاري بديل مرقة الدجاج، طعمه زي طعم مرقة الدجاج بالظبط. حطيت دلوقتي البابريكا دي اللي هي الحمرا اهي، انتوا شايفينها. الكاميرا بعيد، لو كانت الكاميرا كنت قربتها شوية، بس انا كنت حابة ان انا اجيب الصينية بتاعت الخلطبيطه بالكاتشب دي. بصوا بقى حبه البتاع اسمهم ايه، الكركم، صغننين جدا عشان احنا مش عايزينها لونها يبقى مصفر. يعني احنا مش عايزين لونها يبقى مصفر، احنا عايزين نحط حبه كركم عشان نستفيد. بصوا بقى، عجبكم كده؟ عجبكم؟ وقعت على ايدي كده، ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ عشان بقلب ومركزه مع الكاميرا، عايزه اشوف الكاميرا جايبه الكوبايه ولا لا. يعني رحت طبعا عشان اغسل ايدي، طبعا لازم، يعني لازم اغسل ايدي. النظافه حلوه برضو، يعني بوظنا الدنيا لازم نغسل ايدينا يلا الحمد لله على كل حال. ده الكاميرا جايبه ايديا، واستغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. يلا حصل خير. لازم أنا ادوق. عايزه اقول لكم انا لما دقتها طعمها خطير، طعمها حلو قوي والله العظيم، طعمها حلو قوي اقسم بالله. بصوا بقى لما هاجي ادلقها بقى، هدلقها ازاي؟ على الحروف بتاع الصينيه، ما هي كده كده هتيجي على يعني الميه دي هتدخل في الصينيه كلها، فهي هتيجي على الصينيه، فلازم ندلقها من على الحروف. ليه بقى؟ علشان خاطر يعني امشي الصلصه اللي انا دلقتها على الفراخ، عشان الفراخ لما تدخل الفرن يعني الصلصه دي بتديها لون محمر كده، بتديها لون جميل قوي وطعم برضو. كده انا خلصت الصينيه. هبصوا بقى يعني مفيش مناديل يا جماعه، ما حدش يقول لي مناديل، ومش مفيش مناديل اقسم بالله اهو. ما لا، بمسح حروف الطاسه او الصينيه اهو، اروح اشطف ايدي خلاص، ايه المشكله؟ ما هو انا اساسا عماله بعمل الاكل بايدي من الصبح، جت على اني امسح الصينيه من فوق يعني. برضو هزيتها قامت مقلوب. بصوا المنظر، لا بجد خطير خطير بجد. تسلم ايدك يا بنتي يا بيرو والله العظيم. لو دقتوها هتقولوا لي تسلم ايدك والله. انا لو طول اجيب لكل واحد فيكم تدوقه والله العظيم ما اجيب لكم، بس مش هعرف. مش الموضوع هيعدي خالص، مش هعرف. يلا يا جماعه، بصوا انا هاخدها بقى، المفروض ان انا هدخلها الفرن، وانا ببقى كارثه اما باجي اولع الفرن، عشان انا عندي غاز، والغاز بيبقى عالي قوي، وانا مش عارفه هو عالي قوي فجاه ليه. يعني هو ما كانش عالي قوي كده، بس عالي عندي بطريقه غريبه قوي. آه فبقلق منه شويه، بقلق من موضوع الغاز، بضطر ان انا اوطي الاضاءه بتاع الغاز شويه، عشان منع لاي حاجه. وكده خلصنا اهوت. انا عملت الرز، ما رضيتش اصور لكم الرز بقى، عملته قبل كده برز بشعريه، حطيته في قلب طبق وقمت قلباه كده عشان يبقى منظر وشكل وبتاع. ودي بصوا البطاطس، بصوا البطاطس هي بتتكلم عن نفسها. شويه سلطه بقى، مفيش خضره كتير عندي،
خيار وطماطم بس وخلاص، وليمون اكيد. بصوا الاجناح عامله ازاي، بصوا الجناح يا جماعه، والله العظيم بتتكلم عن نفسها. والله طعمها خطير خطير. لا تقولي لي بقى فراخ مشويه من عند الحاتي، ولا تقولي لي مش عارف ايه، بجد طعمها حلو قوي قوي. وده الاكل بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.